اهلا يا برج الميزان. النهارده هنعمل قرايه للمنفصلين، هنشوف هل في رجوع للحبيب او الشريك الفتره دي ولا لا. يلا بينا. هل في رجوع للحبيب او الشريك؟ برج الميزان، واضح ان الحبيب او الشريك عامل لك بلوك او منعزل عنك الفترة دي. هو واضح ان هو الفترة دي عنده مشاكل كتيرة، وهو من نوع اصلا كمان اللي بيحب ينعزل عشان يشوف هو عايز يعمل ايه. ما بيشوفش نور الحقيقة غير لما بينعزل. فهو واضح بيعمل كده وهو مديلك ظهره. واضح ان هو زعلان منك قوي يا برج الميزان. وممكن تكون انت كمان بتبعت له وهو بيتجاهل المسجز بتاعتك او ما بيردش عليك او كده، رغم ان هو عارف هو المفروض ان هو يجيلك او كده. هو حاسس ان انت مش مقدره يا برج الميزان، انه او هو ان مش الشخص اللي انت عايزه، وان انت مش حاسس بيه ومش حاسس بالوجع او الالم اللي هو فيه. واضح ان عنده مسؤوليات كتير، وكمان عنده مشكلة في حبه لنفسه وتقديره، او عنده شعور دايما ان هو مرفوض. فده اساس المشكلة. هو في الوقت الحالي في توقف في العلاقة، يعني ما فيش. هو عايز يجي وكده، بس هو عايز ياخد وقته. بس لحد دلوقتي ثابت، يعني خطوته ما فيش خطوة. عايز يقدم لك حاجة بس واقف مكانه، ما بيتحركش. آم، اهم حاجة يا برج الميزان ان اساس المشكله بتاعتكو ان في تفكير كتير، وانت بتقعد تفكر كتير وتخش في تفاصيل كتيره قوي، في كل حركه، في كل كلمه، آم، في كل جمله تتقال، فبتخليك تتخيل حاجات ما حصلتش اصلا ومش بتحصل. بس فانت محتاج تغير تفكيرك شوية برج الميزان، وتفكر في الحلو بس والواقعي فقط. شوف ايه هو ايه الواقعي فعلا او خد الحاجة زي ما هي. مش لازم ان انت تقعد تخش في تفاصيل، لان التفكير الزيادة في اي حاجة، وان انا اقعد افسر كل حاجة وافصصها، ده بيخليني اتخيل حاجات او تطلع افكار تانية خالص واربطها ببعضيها وتبعدني عن الحقيقة تماما. وتخليني اشوف حاجة ملهاش اي اساس من الواقع اصلا. فدي اهم حاجة يا برج الميزان انك تعملها، انك تركز على انك تفكر في الحلو وبس، الحاجة كويسة ما بينكوا وبس. عشان العلاقة تتحرك شوية. لكن طول ما انتوا الطاقة ما بينكوا كده مليانة غضب او زعل، هتفضل العلاقة متوقفة. بس كده يا برج الميزان. قولي رأيكم في التعليقات، وهل ده بيحصل معاكم ولا لا. وباي باي.